السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة أنوار الفضاء الثانية. مشاهدينا، كنت ويانا في قضاء الشامية وسمعتوا القصة المأساوية اللي تعرض لها مجموعة من الشباب في قضاء الشامية جراء العمل الإجرامي الإرهابي اللي تعرضوا له. حقيقة انتقلنا وياكم إلى قضاء الحسينية، وراح نروي لكم قصة أخرى من قصص الإرهاب التكفيري، قصة مأساوية بها الكثير من الألم والحزن على هذا الشاب في قضاء الحسينية المدعو حيدر صباح نوري. حقيقة لأنه من مدينة كربلاء، مدينة الإمام الحسين، ولأنه يدعى حيدر، تعرض بعد استشهاده وقتله وحرقه لأشد التعذيب على يد الجماعات التكفيرية. خليكم ويانا مشاهدين الكرام، راح ننتقل لبيت الشهيد حيدر. تعالوا ويانا. السلام عليكم، بقى في حياتكم. شلونك عمو؟ الله يوديك. بقى بحياتكم، بقى بحياتكم، بقى بحياتكم، بقى بحياتكم. مشاهدينا الكرام، متواصلين وياكم. وحتى بيومها سألته، قلت له بابا لوين تروح؟ قال راح أغسل السيارة. ثانية قلت له بابا تتعطل لو ما تتعطل؟ قال لا ما أتعطل إن شاء الله. شايفه خاله أبو محمد عدنان هو الذي جابه من الموقع الحادث، فراح حمل رمل من مقالع كربلاء إلى شو اسمه الرستمية، باع بالرستمية، استلم فلوس وطلع إلى المقالع مال شو اسمه النباعي. أثناء ما وصل له